اهلا بكل اللي بيسمعونا على راديو علشان بلدنا. معاكم محمد محمود ومحمد رأفت في الرياضة على كبير. ازيك يا محمد؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. في برنامجنا النهارده هيكون مختلف طبعا عن الحلقة اللي فاتت. احنا الحلقة اللي فاتت غطينا ديربي مباراة القمة الاهلي والزمالك، ماتش جامد بصراحة جدا. الحلقة النهارده هنتكلم عن مقارنات كتير جدا ما بين المدرب المصري والمدرب الاجنبي والحكام الاجانب، وليه الناس بتفضل الحكام الاجانب خصوصا في مباريات القمة، والفرق ما بين الملاعب المصرية والملاعب طبعا الأوروبية. اللي بره واللي هنا. أكيد طبعا. بس خلال الأول نروح فاصل صغير ونرجع على طول. شكرا للكابتن التتش وصالح سليم ورفعت الفناجيلي وعزيز فهمي وتوتو والجوهري والخطيب وعادل هيكل ومختار مختار وزيزو وطاهر الشيخ طه اسماعيل طاهر ابو زيد. مستمعينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما محمد زميل قال لكم النهارده هنتكلم عن المقارنات وهنعمل مقارنات كتير. بس قبل المقارنات احنا معانا مجموعة اخبار هنقراها مع بعض وبعد كده نرجع لفقرة المقارنات. نبتدي بعنوان الأخبار الأول. طيب نبدأ نعمل هيدلاينز كده وبعد كده نناقش الاخبار مع بعض. تمام. معانا اول خبر النهارده: الرعونة تضع منتخب مصر على حافلة الخروج بعد تعادل عجيب مع نيوزيلندا. ده كان اول تاني خبر معانا النهارده: البرازيل تنعش الطموح المصري. متعب يرفض المياه في نهار رمضان. هاني ورمزي راضٍ عن أداء لعيبة وعلوم الحظ السيء. اغلاق السقف المتحرك لملعب ويمبلدون في واقعة فريدة بتاريخ الأولمبياد. سكوتلاند يارد تفتح تحقيق في بيع تذاكر أولمبياد لندن في السوق السوداء. تنس طاولة لاشين يصنع التاريخ ويهزم المصنف ال66 عالميا. للمرة الأولى من 2004 مايكل فيليبس يخسر في الأولمبياد. زكي خارج حسابات الزمالك أمام مازيمبي والجهاز الفني يحيل أمره للإدارة.
نناقش بقى الاخبار كده اللي احنا قلناها يا محمد. تمام، نبتدي باول خبر معانا. الرعونة تضع مصر على حافلة الخروج بعد تعادل عجيب مع نيوزيلندا. قدر المنتخب المصري الاولمبي فرصة ذهبية لتحقيق اول 3 نقاط في مجموعته بعد ان تعادل مع نيوزيلندا الضعيفة 1-1 في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في اولمبياد لندن 2012. وقدر لاعبو مصر برعونة شديدة عدد كبير من الفرص السهلة، وكان عماد متعب على رأس اللاعبين الذين اضاعوا تلك الفرص. تاني خبر كان معانا البرازيل تنعش الطموح المصري. أنعش المنتخب البرازيلي الطموح المصري في التأهل لدور الثمانية بالفوز على بيلاروسيا ب3 مقابل هدف في المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة. وبهذه النتيجة حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة المجموعة وضمن التأهل ب6 نقاط، ويليه بيلاروسيا وصيفا ب3 نقاط، ولمصر ونيوزيلندا كل منهما نقطة. متعب يرفض المياه في نهار رمضان. رفض عماد متعب مهاجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني تناول المياه في الشوط الاول من مباراة منتخب مصر الاولمبي ونظيره النيوزيلندي التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. وتعرض متعب للاصابة في الدقيقة 26 مما استلزم دخول الجهاز الطبي لاسعافه ومنحه زجاجة مياه التي رفض اللاعب تناولها. ومنح مفتي الجمهورية رخصة للاعبين المنتخبات المشاركة في اولمبياد لندن، الا ان بعض اللاعبين فضلوا الصيام بينما استعمل البعض الاخر الرخصة وافطر. هاني رمزي راضٍ عن أداء لاعبيه ويلوم الحظ السيء. أعرب المدير الفني هاني رمزي للمنتخب المصري الأولمبي عن رضاه التام عن أداء جميع اللاعبين في مباراة نيوزيلندا التي خسر فيها المنتخب نقطتين ثمينتان بالتعادل 1-1. وقال رمزي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: اللاعبون أدوا ما عليهم وراض تماما على مستواهم في المباراة. إغلاق السقف المتحرك لملعب ويمبلدون في واقعة فريدة بتاريخ الأولمبياد. غطي السقف المتحرك الأحد ملعب ويمبلدون للتنس حتى لا تؤثر الأمطار على جدول المباريات المقررة في واقعة هي الأولى من نوعها بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية، وتعد هذه أول مرة في تاريخ الأولمبياد يتم خلالها إقامة حدث كان من المقرر أن يتم في ملعب مفتوح تحت سقف مغلق. وجاءت هذه الواقعة في مباراة البولندية أنيسكا والألمانية جوليا جورجيس في الدور الأول لمنافسات السيدات. سكوتلاند يارد تفتح تحقيق في بيع تذاكر أولمبياد لندن في السوق السوداء. فتحت شركة سكوتلاند يارد البريطانية تحقيقا في بيع عدد من تذاكر دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 من جانب عدد من وكلاء اللجنة الأولمبية البريطانية في عدد من دول العالم من بينهم الصين وصربيا. وجاء التحقيق عن كشف صحيفة سانداي تايمز البريطانية عن مواد فيلمية تصور عددا من العمليات البيع لتذاكر الأولمبياد بأكثر من 10 مرات قيمتها الإسمية في عدد من الدول حول العالم. تونس طاولة لاشين يصنع التاريخ ويهزم المصنف ال 66 عالميا. تألق السيد لاشين لاعب تونس الطاولة المصري وتغلب على بطل كرواتيا المصنف 66 عالميا بنتيجة 4-3، وهو ما يعد إنجاز لتنس الطاولة المصرية بالأولمبياد. وبهذه النتيجة يصعد لاشين إلى دور ال 32 ليقع في مواجهة بطل اليابان. للمرة الأولى من 2004 مايكل فيليبس يخسر في الأولمبياد. فشل السباح الأمريكي مايكل فيليبس في الحصول على أي ميدالية من منافسه سباحة 400 متر بعد احتلاله المركز الرابع. وظهر فيليبس بأداء متواضع منذ التصفيات إذا احتل خلالها المركز الثامن وكاد أن يودع المنافسات دون التأهل للنهائي. زكي خارج حسابات الزمالك أمام مازيمبي والجهاز الفني وحيل أمره الإدارة. تأكد خروج عمرو زكي مهاجم الزمالك من حسابات مدربه إسماعيل يوسف في المباراة المقبلة أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 4 أغسطس المقبل. وكان زكي قد غاب عن تدريبات الأبيض ل4 أيام على التوالي، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى الجهاز الفني بقيادة إسماعيل يوسف. مستمعينا وبكده الأخبار تكون انتهت معانا. نحب ندخل على طول في النقاشات ولا لا نريح مستمعينا شوية، نطلع فاصل ونرجع نكمل فترتنا.
مستمعينا، ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم بعد الفاصل. هنبتدي بقى في الموضوع اللي احنا قلنا لكم هنتكلم فيه، المقارنات بين المدرب المصري والمدرب الاجنبي، ومعانا مقارنات كتير النهارده. نسيب بقى محمد. بس خلينا الاول رأفت قبل ما نبتدي في الكلام نفكر الناس بسؤال حلقتنا النهارده: هل تتوقع صعود المنتخب الاولمبي لدور الثمانية؟ منتظرين توقعاتكم واتصالاتكم على 03 1 023 5 4 4 1. يا ريت شاركوا معانا كده ونتفاعل بقى. نقول الرقم تاني: 03 1 023 5 4 4 1. تمام، خلينا نبتدي بقى بالمدرب المصري والمدرب الاجنبي. تمام، تاخد انت المدرب المصري ولا اخد انا المدرب المصري وانت تاخد الاجنبي؟ مش هتفرق، ولا نتكلم احنا الاثنين؟ نتكلم احنا الاثنين. خلاص، ده انت شايف. طب المدرب المصري اديني، طب انت وجهة نظرك. طيب بص اقول لك على حاجه، انت عندك معظم الناس بتفضل المدرب الاجنبي عن المدرب المصري، لان المدرب الاجنبي بيبقى راجل دارس علم نفس، بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه، ازاي يتعامل معاهم غير بقى مثلا بدنيا واللي هو يفيدهم في الكوره، يتعامل معاهم نفسيا، يتعامل معاهم يأهلهم تأهيل نفسي وتأهيل بدني. بس يا محمد، انت عندك لعيبه مصريه هنا بتحب تتعامل مع المدرب المصري اكتر من تتعامل مع المدرب الاجنبي. تمام اوكي، لان انت بتتعامل مع واحد ليه نفس العادات والتقاليد بتاعتك، بيقدر بيحترمك كل الكلام ده. لكن لو جيت بصيت للمدرب المصري هتلاقي ان معظم المدربين عندنا كانوا لعيبه كوره، يا اما فشلوا في الكوره واتجهوا للتدريب، يا اما مثلا كملوا تدريب عادي، كملوا كوره عادي ولعب عادي، وبعد ما اعتزلوا اشتغلوا طب اقول لك على بالتدريب. حاجه، هو الفكره ان النوادي الكبيره او الانديه الكبيره هي بس يعني شبه اللي ليها مدربين اجانب، لكن هتلاقي عندك في الدوري فرق اللي هي طبعا مش هنقول صغيره، بس اللي هي طبعا انت عارف النوادي الجماهيريه اللي عندك، اللي هي النوادي الكبيره، الاهلي والزمالك اسماعيلي، كل ده تمام. دول عندهم مدربين اجانب، ودول بتلاقي مدربين مصريين عادي. هل ده برضو بيفرق في حاجه؟ يعني ده مثلا بيفرق، انت بتلاقي النادي الاهلي ونادي الزمالك على طول في القمه وكده، والانديه التانية بيبقى يعني مستواه ضعيف شويه، ده بيفرق. هقول يعني لك المدرب يفرق ليه في عامل. يفرق اكيد طبعا ليه عامل. يفرق ان انت اولا المدرب ده جاي من اي مدرب جاي لك من اوروبا او جاي من بلاد بره بيبقى جاي بامكانيات كبيره جدا، يعني بيبقى وصل اساليب تدريب تمام واساليب تعامل مع اللعيبه احنا هنا في مصر لسه ما وصلناش، فبيجي ينقل كل خبرته اللي هو عاشها للعيبه بتاعتنا، فعشان كده الناس بترجح المدرب الاجنبي عن المدرب المصري. لكن انت لو هتتكلم كفرق مثلا درجه تانية او كده، مش هتلاقي ان المدرب الاجنبي ممكن يفرق معاهم قوي. طب مستمعينا احنا معانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه نتعرف بيك. علشان بلدنا. علشان بلدنا. مين حضرتك؟ معاك رومان. مين؟ رومانسي. رومانسي. الو. ايه عندك اعتراض على الاسم؟ لا ما عنديش اي انا اعتراض. حتى انا كنت بسمعك وحتى ما تبقاش وحش. طب تمام. ايه رايك تتوقع ان المنتخب الاولمبي ان شاء الله يتاهل لدور الثمانية ولا لا؟ بص، هو في احتمالين، حته ان هو ان شاء الله ان هو يتاهل دي انا متوقعها ومتخيل فيها، بس عندك حاجه يعني انت هيكون مين معاك في الماتش اللي جاي، وبعدين ماتش البرازيل كان كويس جدا، يعني انا شايف ان هو حاجه بيرفكت، بس محتاج برضه ان احنا نتمرن ونرفع عن نفسنا شويه. وبعدين وجود ابو تريكه في الفريق ده علم من راتب الفريق وعلم من حماس اللعيبه، وربنا يوفق يا رب. يا رب ان شاء الله. مش متشكرين على السؤال. ان شاء الله. لا. نفكر طب مستمعين، طب برضو بالسؤال تاني. تمام. هل تتوقع صعود المنتخب الاولمبي لدور الثمانية؟ لدور الثمانية في الاولمبياد؟ بس هو انت بتقول ان هو وضح نقطة مهمة جدا. هو وضح نقطة اللي قال لك وجود ابو تريكة بيعمل زي عامل تحفيز للعيبة، لعيبة كلهم صغيرين في السن، فاللي يبقى معاهم ابو تريكة ده انت هيشجعهم. عندك ابو تريكة واحمد فتحي وعماد متعب. متعب. يا دول برضو ما دول مشكلين يعني بنسبة كبيرة روح للمنتخب، تحس ان هم بيلعبوا مع انهم كبار سنا، بس تحس ان هم سنهم متقارب من الناس اللي بتلعب بمجهودهم بلعبهم. طب ما نخرجش بره موضوعنا، نكمل برضو المقارنات اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. طب انت عندك هنا المدرب الاجنبي بيجي عليك، يعني انت المدرب الاجنبي بياخد طبعا راتب، انت عارف راتب المدرب الاجنبي اعلى من المدرب المصري بكتير، فده برضو بيأثر على الانديه. فهل ده انت شايف مثلا الانديه ما بتقدرش تجيب مدربين اجانب عشان خاطر الفلوس، ولا هم يقدروا ومش عايزين وبيرتاحوا المدرب المصري اكتر؟ لا هي ملهاش علاقة بالفلوس، هو ممكن زي ما قلت لك في الاول بيرتاح للمدرب المصري عشان انت بتتعامل مع واحد اولا نفس اللغة تمام، فمش هتعبك، فاهم عاداتك وتقاليدك كلها، بيبقى عايش في مصر، فاهم الانديه اكتر من المدرب اللي لسه هيجي من بره، هيبتدي يتعرف على مثلا الدوري المصري، النوادي بتاعته ايه، مين اللي بيلعب، مين دايما اللي مثلا بيكسب، الكلام ده كله،
بيفرق ان انت تجيب واحد لسه هتعلمه وهتفهمه الدوري ماشي ازاي، عن واحد اصلا متربي في مصر وعايش طول عمره اتفرج على الدوري طب عايز المصري. اقول لك حاجه يا محمد، انت عندك مثال مثلا كابتن مانويل جوزيه. اول ما جه مع الاهلي ولا احتاج حد يأقلمه ولا تعلمه ولا الكلام ده، الراجل جه مشي مع الاهلي بصوره جامده جدا، يعتبر احسن مدرب اجنبي جه النادي الاهلي، خد تمام. معاه بطولات كتير جدا، وما احتاجش اللي انت تعلمه ولا تقول له لغه ولا حاجه، وتعايش مع الفرقه عادي جدا ومن اول موسم. طب ما ده هو برضه ده العكس، ده عكس اللي انت بتقوله. ماشي، بس انت ممكن تكون بتتكلم بنسبة 1%. يعني ماشي اوكي، كابتن مانويل جوزيه طبعا من اعظم الكباتن اللي جم مرنوا النادي الاهلي، بس لو قارنته بمدربين كتير جدا مش هتلاقيهم ولا اي حاجة جنبه. فهي المسألة بتبقى مسألة، ممكن هنقول يعني اكيد طبعا اي حاجة بتبقى توفيق من عند ربنا، بس بيتبعها حظ. ان هو ممكن يكون اتأقلم بسرعة على البلد، هو حابب البلد، حابب الناس بتاعت البلد، حابب اللعيبة، حابب الكيان اللي هو النادي اللي بيدرب فيه، فبالتالي هتلاقيه هو حابب شغله فهيبدع فيه. طب انت شايف يا محمد، انت عندك المنتخب المصري طبعا، دلوقتي انت اللي ماسك المنتخب المصري عندك برادلي. اجنبي، يعتبر اجنبي، فانت يعني بترجح انهي، يعني المدرب المصري يمسك المنتخب المصري ولا تجيب حد من بره يمسك المنتخب بتاعك؟ لا، انا ارجح المدرب المصري طبعا، لان الروح يعني لو برادلي مثلا عاوز يكسب تمام، الروح بتاعته اللي هو يكسب مباراة، هو مجرد التدريب المنتخب بالنسبة له بيزنس مش اكتر، لان هو اكيد مش خايف على منتخب مصر تمام، هو عايز يعني انتمائه الاول والاخير هيبقى لبلده نفسها، للفريق اللي بيمثل بلده. فلما تجيب مدرب مصري هيعمل كل اللي في وسعه عشان يرفع من الكرة المصرية. لكن ده مدرب جاي ياخد فلوس، بيدرب وكل حاجة، بس مش هيبقى بنفس الروح اللي احنا شفناها مثلا مع المعلم حسن شحاتة من 2006 بس 3 اقول لك على حاجه يا مواسم. محمد، انت بتشوف تعامل اللعيبه المصريه عموما مع المدرب الاجنبي بيبقى فيها احترام اكتر وتقدير، يعني اكتر من المدرب المصري. يعني انت عندك اللعيبه ممكن مع المدرب المصري تتكلم معاه، ده طبعا شفنا الواقعه بتاعت شيكابالا مع كابتن حسن شحاته، تمام. ونتمنى ان هي ما تتكررش تاني. يعني شيكابالا ما يقدرش يعمل كده مع مدرب اجنبي مثلا. بص، في الاول وفي الاخر بترجع للمدرب، واللي هو ازاي بيفرض سيطرته او ازاي بيخلي اللعيبه تحترمه. انا يعني عامل كما تحب ان تعامل تمام. انا دلوقتي مثلا مدرب، انا هجبر اللعيبه اللي قدامي تعاملني ازاي باسلوب انا اللي هخليهم يعاملوني ازاي. بس انا حتى شايف محمد لو انت بتقول باسلوب المدرب، مهما كان ده المدرب بتاعك، عاملك وحش عاملك حلو، انت المفروض تعامله كمدرب. بالظبط. مثلا انت مش عاجبك معاملته، عندك اداره النادي بتاعتك تتكلم معاه، لكن ما ينفعش انت تعمل كده مع المدرب بتاعك. اكيد ما ينفعش، لازم تبقى فيه اصلا قرارات حازمه، يعني اي موقف يحصل زي كده لازم ياخد فيه قرار اللي هو اللي يخلي اللعيبه بعد كده تندم انها تعمل اي حاجه عشان ما تقعش ده في العقوبة بيحصل دي. عندك في النادي الاهلي كتير قوي، يعني ممكن على حساب الفرقه ويوقف لعيب، على حساب الفرقه ويبقى عنده بطوله ومحتاج اللعيب ده جدا ويوقف اللعيب. بص، انت عندك النادي الاهلي يعني احسن حاجه فيه اللي بتميزه ان هو ما بيعتمدش على لعيبه، هو ما بتوقفش على حد زي ما بنقول يعني. زي بالبلدي كده مش واقف على حد. تمام. اللي هو لو احنا شفنا من ايام شادي محمد وعصام الحضري والكلام ده كله، اكبر واقع يعني الناس كلها يمكن عارفاها، اللي هي بتاعت عصام الحضري، طبعا كله عارفها. وشادي محمد واحمد حسن، اه فانت بتتكلم في الناس دي نجوم كبار جدا وهم اللي شايلين الفرقه. بس هو الاهلي اتعود على كده ان هو مش هيقف على لعيب خالص. بس لو جينا لحته التدريب المصري او الاجنبي، واتيفر بقى المدرب نفسه، احنا عندنا في مصر هنا المدرب لازم يبقى لعيب كوره. يعني انا ما شفتش مثلا واحد خريج كليه تربيه رياضيه وطلع كده بقى مدرب وماسك نادي كبير. هي بتعتمد يا محمد ان هو كان لعيب كوره فاهم كوره، يعني بقاله كتير جدا بيلعب، فبالتالي بيمسك مدرب بس ان هو يعني بياخد خبره المدرب اللي كان عليه وهو لعيب، تمام. فبيطلعها في الفريق دي. ساعات بتمشي مع مدرب وساعات لا. ساعات ما بتمشيش. انت عندك كابتن حسام البدري كان لاعب كوره وقعد تحت ايد جوزيه فتره كبيره، حاليا هو ماسك النادي الاهلي ومسك قبل الفتره اللي هو ماسكها عندك حاليا. مانويل جوزيه اصلا كان لعيب كوره فاشل، ما كانش موفق أحسن فعلا، مدرب في ما أفريقيا، كانش تمام. موفق. عندك مارادونا من احسن لعيبه الكوره في مش العالم موفق كله، خالص، والناس في نادي كلها الوصل بتشهد بكده. الاماراتي مش موفق في التدريب نهائي. معلومه بس إدارة طالما نادي جبت الوصل سيرة نادي قالت- الوصل، طيب تمام. ان شيكابالا جاي له عرض من نادي الوصل وبنسبه هيوقع خلال ساعات. 85% تمام. شيكابالا في نادي الوصل. كمل بقى موضوعنا ده، الاختلاف كله تقريبا ب كده. 200,000 دولار صح؟ طيب خلاص، انت كمان قلت السعر. طيب خلاص لا، انا قلت كمل. الاختلاف مش السعر. طيب كمل. بس فانا بكلمك ان يعني انت عندك واحد زي مارادونا ده الناس كلها بتقتدي بيه في الكوره،
بيدرب نادي في الدوري الاماراتي. الدوري مش هنقول اللي هو مش قد كده، بس مش زي الدوريات الاوروبيه طبعا، ما نقارنوش بيهم. مش عارف يعمل حاجه مع نادي الوسط. فمش تمام. شرط ان يبقى لعيب كوره كويس يطلع مدرب كويس، هي او في لعيب الاول كوره وفي وحش الاخر يا يطلع محمد، مدرب يعني في وحش. الاول وفي الاخر مساله حظوظ وتوفيق وعدم توفيق. طب مستمعينا احنا معانا اتصال تليفوني تاني. ايوه. انا اسمي آية. تمام الحمد لله. لا جامد جدا، وانا بس عايزه ادخل مداخله مع اللي هو محمد ورجلي عشان اقول لهم مبروك وكده. انا معاك يا اهلا محمد. بيك يا آية. أم، اهلا بيك يا آية. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. متابعانا من اول الحلقه؟ طبعا. طب ايه جت؟ عايزه اقول لكم مبروك وربنا يوفقكم يا رب ويبقى احسن برنامج في الدنيا. ربنا يخليك. طب انت توقعاتك ايه للسؤال بتاعنا؟ طيب هل شايف منتخب مصر للبنات في فرصه ان هو يصعد دور اكيد الثمانيه؟ نعم، اكيد نعم طبعا. يا رب ان شاء الله. يلا ربنا يوفقكم يا رب. نرجع لكلامنا. نرجع عشان كلامنا. يعني انت حته المدرب المصري والاجنبي احنا برضو ما اتفقناش على حل في الاخر. انت ترجح مين للانديه القمه، مدرب مصري ولا اجنبي؟ بص يا محمد، هو فيها حيره شويه. انت عندك مدرب اجنبي مسك انديه القمه جاب بيها بطولات، وعندك مدربين مصريين مسكوا انديه القمه وجابوا بيها بطولات. بس انا شايف، والعكس صحيح، يعني عندك مدربين اجانب مسكوا ما عملوش حاجه، ومدربين مصريين مسكوا ما عملوش انا حاجه. بقول لك هي في الاول وفي الاخر نسبه توفيق وحظ. تمام. بس هي برضه بتفرق ايه، فوارق بقى، في فوارق زي مثلا انت عندك فوارق في حاجه، انا عندي فوارق في حاجه تانية. بس هي بتفرق بالنسبه فوارق بس مش اكتر. وربنا يوفق ده هي وربنا يوفق هي ده. بتفرق بقى في اللي انت عندك الاداره بتاعت النادي ساعتها، ساعه ما تيجي تتعاقد مع مدير فني ما تقولش لا انا هاخد الاجنبي ده اكيد احسن من مصر، لا تعمل فعلا تقييم ما بين المدربين شوف ده الاثنين. جاب بطولات اه ايه، مش ده شرط ان اشتغل الاجنبي دايما يبقى لازم تمام. هو كويس، أنا بس بقول- احنا اتعودنا على كده من ساعه. على فكره يا محمد، انت عندك في مدربين مصريين عاليين جدا. يعني عندك مثلا كابتن طارق العشري، كابتن طارق يحيى، عندك تاني مين تاني؟ فكرني كده باسماء مدربين. كابتن حسام بدري. وحسام البدري، وحسام حسن لما مسك الزمالك، انت شفت الزمالك كان في فتره كان المركز ال 13 في الدوري، تمام. خلاه المركز الثاني. يعني برضو كابتن حسام حسن عمل طفره في نادي الزمالك، ده برضو كان مدرب مصر. وكابتن حسام البدري زي ما انت بتقول. ففي مدربين بجد، وكابتن مختار. اه اكيد طبعا. يعني دول مدربين مصريين عملوا انجازات رهيبه مع فرق، يعني مش هنقول ضعيفه، بس امكانياتها يعني ضئيله شويه او ضعيفه شويه. حتى لو رجعنا لشويه ورا كده، كابتن محمود الجوهري ده حكايه ده. دخلنا كاس عالم. كابتن محمود الجوهري دخلك كاس عالم. لا انت في كام يعني، في بس هم يتعدوا على الصوابع المدربين المصريين الكويسين، مم. يعني تعدهم على صوابعك. بس على فكره في مدربين مصريين كويسين جدا بس مش واخدين فرصتهم. زي لا ما هو ازاي، انا ما اقدرش افيدك، بس يعني لو بصينا لكابتن طارق العشري لو ما كانش اثبت نفسه ما كانش ياخد فرصته، مع انه هو مدرب كويس جدا. طب كابتن طارق بس- العشري يا محمد، انت الدوري طبعا اللي توقف احنا انت في عارفين موسم أحداث واحد بورسعيد. يعني كابتن الموسم اللي هو مسك فيه كابتن حسام بدري، تمام. كابتن طارق العشري اتشهر جدا فيه، يعني ده الموسم انا من رايي اللي هو 2010، تمام. الدوري الممتاز 2010 ده سبب كابتن طارق العشري. كابتن طارق معروف العشري عنه. الدوري اللي توقف ده ترسانة كان المركز الاول حرس الحدود. تمام. بعد قبل النادي الاهلي وقبل نادي الزمالك كده، وكان كابتن طارق العشري هو اللي ماسك حرس الحدود. تمام. لا عندنا مدربين مصريين جامدين. طب ما تيجي ننتقل بقى من النقطة دي، طب ما تقول لك على حاجه، نروح فاصل نطلع ونرجع فاصل تاني. ونرجع نكمل طب مع بعض. مستمعينا استنونا، نروح فاصل صغير ونرجع لكم تاني.
100 سنة شوف كم بطولة وراك يا أهلنا كعب دايب زي نسر الأهل طاير، واحنا وراك يا أهل في كل حتة، وراك اسمع صوتنا من تالتة، دايما معاك وفي أي محنة هنكون جيشك نديك بروحنا. مستمعينا ولسه مكملين معاكم على راديو علشان بلدنا، محمد محمود ومحمد رأفت في الرياضة على كبير. نسيب بقى المدرب المصري والمدرب الأجنبي ونروح للاعب المصري واللاعب الأجنبي، ايه رأيك؟ احنا النهارده هنقضيها مقارنات، هو هنقضيها تمام. مقارنات النهارده. خلاص خش في مقارنة بين اللاعب المصري واللاعب الأجنبي. نتكلم بقى واحدة واحدة المستوى، وبعد كده تكاليف اللاعب المصري واللاعب الأجنبي، ده بيكلف ايه وده بيكلف ايه لناديه والفريقه. تمام؟ طب ابدأ انت بقى. نبتدي نعمل مقارنة بسيطة ما بين تكاليف اللاعب المصري وتكاليف اللاعب الأجنبي. تمام، انت عندك لو نادي القمة مثلا عايز يشتري لعيبة، دايما نوادي القمة المصرية بالذات بتدور على لعيبة أفارقة، يعني ما يدوروش على لعيبة أوروبية أبدا. لا اقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة يا محمد، انت اللاعب الافريقي يعني سعره بيبقى في متناول الأندية كلها. تمام. لكن انت مثلا لو جيت جبت لعيب اوروبي بيلعب مثلا في الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، ده هتلاقيه طبعا تكاليفه عالية جدا، انت ممكن يعدي ال 20 مليون 30 مليون، فمفيش نادي يقدر يستحمل التكلفة دي. تمام. غير كمان هقولك على حاجة، انت ده تمنه هو، غير جاي قاعد عندك هنا، انت طبعا اقامة النادي متحملها، متكفل انت انت تشيله جايبه من فده طبعا ده اجهاد على النادي، اكيد مش التكاليف اللي داخله مش هتغطي ده اللعيب لوحده. تمام، بس المشكله انا شايف ان ما بيتعملش دراسه للصفقه من الف لليه زي ما بيقولوا. انت عندك صفقات كتيره جدا بتيجي وبتفشل، زي صفقات كتيره احنا شايفينها في النادي الاهلي دلوقتي، لعيبه افارقه اتدفع فيهم ملايين. تمام، وفي عندنا مثلا لو بصيت للناشئين بتوع النادي الاهلي هتلاقيهم ممكن احسن واحسن بكتير. انت عندك الناشئين ما بلاش يعني نخص انديه بعينها، انت عندك الناشئين عموما اما طلعوا في انديه خدوا فيها جابوا بطوله الدوري النادي. تمام، بالناشئين. انت عندك كابتن حسام بدري لما مسك الموسم بعد مانويل جوزيه طلع الناشئين، طلع شكري وعفروتو وشهاب، طلع كل دول وخد بيهم الدوري. فلا انت هما بيقولوا ان اللعيب الافريقي، هما في مدربين اقول لك على حاجه بتحب تجيب اللعيبه الجاهزه، يعني ما تحبش مثلا اطلع الناشئ ياخد على الملعب، ياخد على روح مثلا جماهير، وبتشوف طبعا الجماهير بتاعت الانديه الكبيره عامله ازاي. تمام، فبيقول لك اللعيب الصغير ده، مع ان والله العكس، بس يعني انت المشكله عندك ان ده مش تقييم ان هم يجيبوا بيه لعيب، يعني ده مش تقييم ان انت تجيب لعيب افريقي عشان الموضوع ده. هو بيقول لك هو ده في مصلحه النادي، بس انا شايف غير كده. انت عندك واحد زي مثلا فرانسيس اللي جه النادي الاهلي ده، ما عملش اي حاجه، لعيب ما عملش اي حاجه، ولا يعني هو جابش ولا جون، ولا تقريبا جاب جون واحد، جاب جون واحد قعد موسم. اي نعم، احنا صبرنا على فلافيو زي ما كلنا عارفين ان احنا صبرنا على فلافيو وربنا كرمه، بس بقى ربنا كرمه. يعني عندك واحد في لعيبه كتيره، في واحد زي اكوتي مانسا لف على جميع انديه مصر وبرضه ما سابش بصمه. ولو جينا بصينا اللعيبه الافارقه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي مش هتلاقي بتعمل اي حاجه خالص. عندك برضه محمد لعيبه عربيه برضه، عندك واحد زي محمد عديه بتاع نادي الزمالك. تمام، اما جه نادي الزمالك ما عملش حاجه برضه، ما سابش بصمه، كان كل مطوشته اصابات، ما عملش حاجه للنادي. ماشي، بس بعيد عن الاصابات هو ده يعني حاجه مش بايده. تمام، ماشي، مش موضوع الاصابه او موضوع اللي هو يحرز يحرز اهداف ده توفيق من عند ربنا. ما هو ما كانش مش بنفس المستوى، يعني خلينا نقول ان هو مش بنفس المستوى. تمام، يعني ما يليقش في فريق، ما يليقش في فريق كبير بينافس على قمه، بينافس على بطولات، يلعب في دوري ابطال افريقيا، مش لاعب. طب ما تيجي نشوف المشكله اللي بتخلي الاداره بتاعت النوادي تلجأ للعيب الافريقي. انت لو بصيت، انت بدل ما تشتري مثلا لعيبه افارقه، طب ما تستثمر الفلوس دي تفتح اكاديميات تدريب كوره صح بقى بالطريقه الاوروبيه، مش التدريب اللي هنا بالبلدي كده بياكل عيش، اللي انت فاتح عشان موضوع استثماري. محمد الاداره مغلوبه على امرها، الاداره ما لهاش ان هي تتدخل ان هي تجيب لك لعيبه،
انت الجهاز الفني بيطلب مثلا عايز لعيب فلاني، الاداره بقى شغل ده نظام تسويق، شغل التسويق، مدير التسويق بقى هو اللي بيتحمل المسؤوليه دي، بس اللي بيطلب اللعيب هو النادي. تمام هو ماشي، بس المدرب. انت عندك رأفت في مثل صيني بيقول لك لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف اصطاد. فاللي هو انا مش عاوز حاجة جاهز، طب ليه انا ما اطلعش جيل كامل من هم المفروض دلوقتي في سن الطفولة تمام او في سن الناشئين يبقوا طالعين فاهمين كورة صح. يبقى اللعيب طالع مش مجرد لعيب كورة بس، لا اللعيب طالع عارف ازاي يبقى هو فعلا يأهل نفسه بدنيا، يأهل نفسه ذهنيا، يتعامل مع نفسه عن طريق ان انت لازم المدرب زي ما اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت يبقى يعرف يتعامل معاه بعلم النفس. مش شرط مدرب كورة، لا المدرب لازم يتعامل معاك نفسيا، لو في اي مشكلة عندك يحاول يطلعك من المود ده عشان ما يبقاش تركيزك كله غير في والله الماتش. انت عندك ناشئين كويسين جدا والله، يعني انت عندك في ناشئين نادي الزمالك ونادي الاهلي، وفي الترسانة ناشئين، وفي المقاولين ناشئين. كل انديه مراكز ناشئين الشباب المقاولين السنه اللي فيها فاتت، ناشئين ناشئين جميله المقاولين جدا. السنه اللي فاتت واخدين الدوري. تمام. الدوري ده دوري ممتاز به، ناشئين مقاولين، وعندك ناشئين انبي وناشئين الجيش. لا في عندك يعني في مجموعه ناشئين طالعين كتير جدا في انديه هي تستحق ان هي تلعب تمام. بصراحه. يبقى ما ينفعش يبقى كل دي حاجات تخلينا ما نلجأش للعيب الاجنبي برضه. وكل ده انت هيوفر للنادي، يعني انت لو بصيت لها والاداره بصيت لها، اداره النادي بصيت لها، كل ده هيوفر انا بقول للنادي. لك بدل الفلوس اللي بتتصرف على الصفقات اللي احنا بنشوفها الملايين والفلوس دي، يعني النادي نفسه يبقى متكفل ان هو يعني الفلوس دي يعمل بيها اكاديميات جوه النادي برضه لتدرب الناشئين اللي عنده بس تأهلهم لمستوى اعلى. يا رب نأمل في ذلك. يعني ده انا شايفها هتبقى حاجه كبيره جدا تمام، وهتخلينا بعد كده نستغنى عن اللعيبه الافارقه اللي احنا بنجيبها بملايين، وحرام الفلوس اللي بتتصرف دي. ادوها لنا احنا يا عم نفتح بقى نعمل بيها استوديو. يعني بس المشكله ان هم بيجوا ما بيلعبوش، بيقعدوا على الدكه. انت عندك في لعيبه انت فتحت بقى نقطه تانية خالص، عندك لعيب زي جونيور ده، جونيور انت جايبه تقعده على الدكه. عندك لعيب زي دومينيك يلعب ماتشات وديه وما لعبش مباريات رسميه. عندك حارس المرمى رمزي صالح الفلسطيني جه ما لعبش ولا ماتش. يعني انت كده دايما النادي الاهلي او حراس المرمى عموما معروفين ان انت ما بتغيروش. انت حارس المرمى ما دام خد على الجو بتاع الماتش وخد على الجو بتاع الدوري ككل ما بيتغيرش ابدا غير في الاصابات. تفتكر ده كتر فليه انت يعني ما اعرفش ليه انت فلوس تجيب بجد. لعيب او تعمل صفقه لعيب لحارس مرمى؟ طب ما انت ممكن تطلع حد من الناشئين وانت كده ما بتلعبوش. انت عندك شفت انت المشكله بتاعت عصام الحضري لما حصلت لجأ طبعاً. لمين؟ النادي الاهلي لجأ لمين؟ امير للناشئين. تمام. وطلع مين مع امير؟ احمد عادل عبد المنعم كان تمام. ناشئ، وطلع مين؟ محمد مختار. كل دول كانوا ناشئين، واحمد عادل عبد المنعم لعب موسم كامل وادى فيه، والاهلي في الموسم ده خد الدوري. صح. وبعد كده جاب شريف اكرامي اللي هو ابن النادي الاهلي اصلا من الاول، اي نعم احترف زي ما جاب رجع حسام غالي تاني. كل دول ولاد النادي الاهلي. عندك احمد صديق برضو كان ليه فتره في النادي الاهلي بعدين انتقل للاسماعيلي ورجع تاني النادي انت الاهلي. فرطت في لعيبتك الناشئين كلهم. احمد شيدي قناوي برضه لعب في الاهلي وراح المصري ورجع تاني. وعندك كان مين تاني في شهاب ناشئ وبرضه طلعته. شكري كان ناشئ وكان ماشي حكايه مع النادي، كان كويس جدا وراح وداه اعاره. عندك مصطفى شبيطه، حسن مصطفى، كل دول كانوا لعيبه انديه ناشئين. هو دي اللي احنا قلناها ان الاهلي ما بيقفش على حد، يعني مهما يفرط في لعيبه ولعيبه تقال هم اللي ماسكين انت عارف له محمد الماتش في ميزه في نادي كده الزمالك. ما بيفرقش في معاه ميزة في وبياخد نادي دوري في الزمالك. الاخر. نادي الزمالك من ساعه ما طلعوا الناشئين هم واخدين مكانهم. عندك لعيب زي عمر جابر، صبري رحيل، كل دول واخدين مكانهم في النادي. جنش اي نعم ما كانش ناشئ بس صغير وبيلعبوا. تمام. كل دول لعيبه تحت السن. ومحمد ابراهيم لعب ماتش القمه اللي فات، فده برضو ده بيدي دفعه أكيد. فبيبقى على الناشئين بتوعه. الصفقات تقريبا السنه دي قليله جدا، اللي هو يلاقي سواء اي نادي عموما الصفقات كلها قليله، صفقات داخليه اللي هو صفقات النادي مصريين كلهم، مفيش تقريبا انديه جابت من بره كتير. تكاد تكون منعدمه كمان. وطبعا ده يرجع لظروف البلد طبعا في الاول وفي الاخر. الدوري موقوف والكلام ده كله فما فيش. طب ما تيجي نروح لنقطه تانية والحكم تاني برضو اقول لك تاني عشان ما نروح لفاصل ونرجع. عشان المستمعين ما يزهقوش مننا، نسمعهم كده اغنيه ونرجع مع بعض تاني. مستمعين هنروح لفاصل صغير وراجع لكم تاني.
مستمعينا، ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في المقارنات مع محمد رأفت ومحمد محمود. بس نحب نفكركم بسؤال الحلقة النهاردة: هل تتوقع صعود المنتخب المصري الأولمبي لدور الثمانية؟ شاركوا معانا على التليفون 03 وحايد 023 5441. والرقم التليفون مرة تانية 03 وحايد 023 5441. يا ريت تشاركوا معانا، ومستنيينكم برضو على البيج بتاعت علشان بلدنا. قولوا رأيكم وشاركوا معانا في توقعاتكم للسؤال. تمام، نكمل خلينا بقى مقارناتنا. نسيب المدربين واللاعبين كلهم ونروح للحكام. تمام، تفتكر ليه مباراة القمة بالذات يقول لك انا عاوز حكم اجنبي مش عاوز حكم مصري؟ هقول لك مع اني ما اعتقدش ان ده يعني ده راجع- نوع من الحيادية. لا، راجع للعصبية طبعا بين الجمهورين. تمام، وانت ما تنفعش ان انت تجيب مدرب مصري يحكم مباراة قمة. هيقول لك في تحيز للنادي ده او النادي ده، طبعا يقعدوا يشككوا، واللعيبه مش هتتقبل مثلا لو خد قرار زي اللي مثلا بيشوفوا الحكام الاجانب، ممكن يحسب لك بلانتي في الدقيقه 93. مفيش حكم مصري يعرف يعملها. انت عندك في الماتش القمه اللي فات في الدقيقه 92 اما شريف اكرامي خرج على احمد جعفر. ده السنه اللي فاتت، ماتش السنه اللي فاتت تمام، في الدقيقه 93 والحكم ما حسبش بيلين. فدي قوه شخصيه طبعا للحكم المصري. احنا ما بنقللش من الحكام المصريين طبعا، بس المطوشه دي بتبقى زي ما بنقولوا كده كبيره عليهم شويه، بالظبط. فما بتنفعش ان هم يحكموا مطوشه زي دي. او ممكن عشان فعلا زي ما بقول لك الحيادية، يعني انت عندك اي حكم مهما كان اكيد هيبقى انتمائه او ولاءه للنادي اللي هو بيشجعه، فممكن يبقى في قرارات ما يحتسبهاش، اللي هو فاهم انت يعني اعديه عشان النادي بتاعي يكسب. عارف، حتى لو هو مش منتمي للنادي هشككه ان هو منتمي للنادي وهو بيحكم لنادي تاني. صح، فهي مساله ما بقول لك هي تعصب. يعني انت عندك اصلا فرقتين مثلا ممكن ما يكونوش بينافسوا على بطوله او ما بينافسوش على الدوري، مثلا لو فرقتين مثلا في نص الجدول او في المؤخره ما بينافسوش على حاجه، اكيد. وتلاقي مثلا الحكم خد قرار. الحكم ده بني ادم زي اي بني ادم بيغلط، يعني هو متاح ليه ان هو يغلط، بس طبعا مش غلطات كتير، بس هو يغلط. بتلاقيهم بيعترضوا وهم ما فيش اي منافسه، يعترضوا. وطبعا تشوف بقى المشادات بتحصل بين الحكم وبين اللعيبه، وبتشوف طبعا المشاكل اللي بتحصل كتير انت عمرك ما تشوفها بره. يعني أكيد. بيحصل مشادات بس خلاص مجرد ما أصل عصبيه انت ملعب زي اقول ما لك بنقول. ليه، انت عندك حكم اجنبي جاي، هو ما يعرف، هو بيسمع اكيد عن الفرقتين تمام، بس مش منحاز لاي فرقه منهم، ما يعرفهم، فاللي هو جاي يحكم فرقتهم كبار. يعني، فاللي انت لو اي خطأ صدر منه انت مش هتعاتبه ولا هتلومه، فاهمني؟ هم تقريبا ثلاث. هو كده هيبقى اكيد الخطأ غير مقصود، لان هو لا عايز يكسب ده ولا عايز يخسر ده. بص يا محمد، انت في الاول خالص كان حكام الاجانب تيجي الانهي مطوشه؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك او شوية اهلي شوية. واسماعيلي شويه شويه بقت وإسماعيلي. اهلي واسماعيلي، زمالك او اسماعيلي. دلوقتي بقت انديه مثلا مطوشه عاديه يقول لك عايز حكم اجنبي. اهلي انبي قال لك انا عايز حكم اجنبي. طب تمام. ليه حكم اجنبي؟ ما انت برضو لو بصيت لها برضو تكلفه على اتحاد الكوره وعلى لجنه الحكام ان هم يجيبوا حكام من بره. ما هي نفس المشكله اللي انت يعني ليه ما تعلمش بقى يعني تحكيم صح؟ ليه برضو يعني لحد امتى هنفضل كل حاجه نجيبها من بره؟ محمد بقى انت حكام عندك ولاعيبة موضوع الحكام ده انا مختلف معاك شويه. انا كنت طبعا متفق معاك في حوار المدرب المصري، تمام. بس موضوع الحكام انا مختلف معاك فيه شويه. انت عندك حكام جامدين جدا وعاليين جدا بصراحه، بس انت بتديهمش فرصه. انت ما تقعدش حكم كذا ماتش ما يحكمش. انت دي عامل نفسي. انت دلوقتي مثلا نضرب مثلا انت قاعد بتذيع تمام. وشايف نفسك انت توب، وطبعا بتذيع كويس. جه قال لك لا انت الحلقه دي مش هتذيع برنامج النهارده، احنا جايبين واحد يذيع. انت طبعا بتقلل من نفس الحكم اللي معاك، فبالتالي اما يحكم ماتش تاني نفسيا بيحسسك مش انت هيبقى بتديله. مؤهل ان هو انت بيحسس ان انت بتديله كده ايه مطوشه ضعيفه. وبعدين اللي هو بيبقى عايز انا من حق احكم مباراه قمه، ليه انت تخليني احكم مثلا ما بين فرق صغيره؟ يعني ده طب انت ده في دولتي. هل هم ما فيش؟ انا ما اظنش ان في دوله اجنبيه طلبت حكام مصري، حكم مصري يجي يحكم ماتش او طاقم تحكيم مصري. تمام. ليه؟ ما عشان هم واثقين في الحكام اللي عندهم وبيدوهم الفرصه. ايه يعني يغلط؟ يعني انت بتلعب كوره وفيها لازم يبقى في روح رياضيه فيها. صح. يا اما يغلط الحكم او لما يغلط زي ما قلت لعيب او لك يغلط احنا عندنا مدرب. ما بيتقبلوش الخطأ من الحكام المصريين بالذات، انت لان بتشوف- يقول لك ده فاهم انت بينحاز للفرقه الفلانيه او كده، فما بيتقبلش منه اي اعذار ابدا. حكام لازم ياخدوا ثقه في نفسهم شويه. حكامنا المصريين ياخدوا ثقه في نفسهم شويه ويحاولوا ان هم يطلبوا المشاركه، يطلبوا مباريات كتير، ما يدوش فرصه. لازم يثبتوا بادائهم وما يدوش فرصه يعني ان هم يجيبوا حكام بره، او يدوا فرصه للفرق ان هم يطلبوا حكام اجانب.
وغير كده اللي انت ما تعرفوش ان مساله المستحقات مش بس في اللعيبه واتحاد الكوره، الحكام حكام كمان، بيعانوا من انت مستحقاتهم كان ما عندك بياخدوهاش. السنة اللي فاتت كان الحكام غضبانين جدا وسايرين ان هم ما خدوش مستحقاتهم في مستحقات متأخرة. هو ده من حقه، يعني انا واحد رايح احكم لك، انا ما بشتغلش ببلاش برضه. ما هي برضه مسألة فلوس. ما انت ليه؟ ما انت ما تجيب حكام اجانب. هل انت او اتحاد الكورة لما يجيب حكام اجانب هيقول لهم معلش مستحقكم هتتأخر شوية؟ لا وغير كده انا واحد دلوقتي ما يعني انا بعمل حاجه تمام باخد قصادها مقابل مادي، فلما بيبقاش في مقابل او مثلا بمعنى صح بتذل عشان اخده، انا مش هأدي كويس، انا هبقى رايح بالماتش هتخاذل في احكمه. اه. لا هيبقى مجرد تحصيل حاصل، يعني انا رايح احكم وامشي، انا عارف ان انا كده كده مفيش حوافز، مفيش مثلا انا لو حكمت النهارده الماتش ده كويس وطلع ماتش حلو كل التحاليل بقت في صف تمام والكلام ده كله، انا مفيش حد هيحفزني، فطب وحش حلو فاهم انت، كله زي بعضه مش تفرق طب معايا في نحلها حاجه. ازاي ده يا محمد؟ يعني انت شايف ايه الحل؟ ما هو انا قلت لك يا رافت الحل برضو ان احنا لحد امتى نفضل نعتمد على بره، احنا عايزين احنا نعتمد على المصريين نفسهم. طب دي مشكلة اتحاد كورة انت لا ولجنة انت اول تحكيم؟ حاجه انت قلت حاجه كويسه ان احنا نديهم الثقه بنفسهم، تمام. احنا لو رجعنا الثقه للحكام المصريين في نفسهم، هم هيعملوا اقصى ما عندهم عشان اكيد عايزين يرضوا الالاف اللي بيبقوا واقفين في الاستاد والناس الملايين بيتفرجوا قدام التلفزيون. طب يا محمد، هو ممكن برضو طب نبص لها بنظرة تانية؟ هل مثلا لجنة الكورة بتجيب حكام أجانب لمباراة القمة ممكن عشان ضغط الجماهير؟ هل الحكم المصري ما يستحملش ضغط الجماهير؟ ولا انت ايه رأيك؟ لا هو الحكم المصري مش موضوع ما يستحملش، هو الموضوع اللي انت زي ما انت قلت لو مثلا في الدقيقه 90 جت ضربه جزاء هو مش هيحسبها، عارف طب ما ان ليه؟ طب ما لو هيعمل صح. نوع فاهم انت من الاعتراض جامد للجماهير ان الجماهير هتصور بقى وازاي ومش طب ما لو ازاي. صح يحسبها بس هو يأدي شغله على أكمل وجه ومالوش دعوة بقى. ما هو انت برضه هنرجع نفس المشكله ان انت الحكام شافوا كتير عشان كده ما بقوش يثقوا او يامنوا بموضوع اللي انت يحتسب قرار. انا دلوقتي بحتسب قرار تمام، مين اللي بيحميني؟ انا ممكن الجماهير تنزل تضربني، وده حصل وحصل في كذا مباراه واحنا شفناه، اه فاللي هو بيبقى خايف، يعني انا خايف ابقى ماشي العربيه بتاعتي تتكسر الناس تطلع عليا تضربني، فاللي هو على قد ما اقدر فاهم انت بحاول. في ظاهرة يا محمد برضو بتحصل قوي، دي بتدي منظر وحش جدا هنا عندنا، اللي هو أول ما الماتش يخلص، مثلا لو ماتش مثلا أهلي وإنبي طبعا بيتسم الماتش بالخشونة شوية، وبيتسم اللي هو يعني بقى في شد عصبي شوية. أول ما تمام. الماتش يخلص تلاقي الأمن نزل، الأمن المركزي يحوط حوالين الحكم ياخده ويطلع يجري. اه طب ايه يعني هو عمل بيبقى جريمة في من الحكم؟ بيبقى في بقى قصادة على طول من الجماهير. طب احنا معانا اتصال تليفوني ناخده. طيب تمام. الو الو. الو الو. ايوه نتعرف بيك. ازيك عشان بلدنا؟ لا ده علشان بلد. انا عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ كل سنه وانتم طيبين. ايه رايك في برنامجنا؟ ده والله جميل ممتاز، بتتكلموا في حاجات متنوعه كتير، بتتكلموا في حاجات احنا بنبقى عامه بنتكلم عنها واحنا قاعدين مع بعضينا. يعني يعني بيجيبوا مواضيع الواحد بيتسلى فيها شويه، الواحد بقاله كتير ماشي يتكلم عن الكوره. احنا فعلا بنختار المواضيع اللي هي الناس كلها بتتكلم فيها وبنناقشها زي ما انت شايف بطريقه شبابيه، اللي هو كاننا قاعدين اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض. ربنا بجد بجد انا سعيد جدا بسمع برنامج الكوره. يعني في مفيش تحيز لاي فريق او كده. ربنا يخليك كده يا رب، والإذاعة تكبر وتكون احسن من كده. طب ما انت ايه تسأل رأيك يا عبدو في السؤال بتاعنا؟ قول له طب السؤال. اكيد باذن الله يعني ربنا يوفق منتخب مصر، يعني احنا عايزين يعني نفرح شويه، بقالنا كتير ما فرحناش. يا رب ان شاء الله. متشكر يا عبد الرحمن. باذن الله منتخب مصر ان شاء الله هيكسب. بأمر الله. شكرا. طبعا كله عنده امل ان منتخب مصر يصعد. انت النهارده منتخب مصر تعادل، وبجد كان الماتش يعني بتاعهم من الاول للاخر، بس هو طبعا زي ما تقول مفيش توفيق خالص. انت فوق ال 10 فوق ال تجوان، 20 جون او اكتر 10 كمان من تجوان كده يعني قول سيما 10 تجوان انت 10 مضيع. تجوان هيبقوا 10 تجوان مؤكدين. اه واغلبهم من عماد متعب. متعب كان غير موفق خالص النهارده، بس هي نعم. مسألة توفيق برضو وحظ، يعني ده يعني ربنا رايده هيكون. انت كده عندك المجموعه الثالثه البرازيل الاولانيه تمام. وب6 بونت، وعندك كده مصر تعدت ببونت وعندها بونت واحد. انت عندك مصر بونت واحد. تمام. تمام. وعندك في روسيا ونيوزيلندا تمام. الاثنين برضو الماتش الاولاني تعادلوا، تمام.
فكده يعني هو في امل. انت بس هي البرازيل طلعت فجأة كده. طب احنا معانا اتصال تليفوني تاني. طيب الو. الو دجلة. ايوه مين معايا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ معاك الراوي. ازيك يا راوي؟ عاملين ايه؟ بجد والله سعيد جدا بسمعكم. واحنا بجد والله شباب ممتازة. ربنا يخليك. يا راوي. غلبتم خيمة. يا جماعه عايزين بس نعرف مستمعينا ان الراوي ده زميلنا في الاستوديو هنا وفي برنامج خيمة رمضان اللي كنا معاه. هو مستضيفنا امبارح وهو النهارده معانا على التليفون اهو. ربنا يخليك. ايه يا راوي؟ ترسان عامل ايه؟ ترسان عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت ايه اخبارك يا راوي؟ ترسان ايه المنتخب مصر؟ ترسان هيكسب ولا مش هيكسب؟ قول لي. انت تتوقع ايه بقى؟ لا انا مش هتكلم يا عم، خلي المستمعين هم اللي يقولوا لا الاجابه. لا انت مستمع معانا برضه والله. قول لنا توقعاتك. ان شاء الله منتخب مصر هيكسب باذن الله يعني، وهننزل الشارع يعني، عايزين ننزل نعمل الشارع في كده ترسانة. ان شاء الله. ماشي. انا مش هطول عليكم عشان خاطر المستمعين، بس انا قلت احب اخش على مداخله معاكم وعاجبني البرنامج وبسمعكم ربنا يخليك. يا راوي. متشكرين جدا يا راوي. وبتابعكم. ها ربنا يخليك يا راوي. ماشي شكرا يا راوي. متشكرين جدا. طبعا كله عنده امل ان منتخب مصر يصعد. ده حاجه يعني الحاجة الوحيدة اللي الشعب المصري بيتفق عليها ان المنتخب المصري يكسب. احنا بتوع المهام الصعبه. اه انت عندك الاهلي صعد اليابان في الدقيقه 93. عندك في مصر خدت كاس افريقيا في اخر دقيقه من ابو تريكه. فانا متفائل خير. يا رب. انا لو على رايي انا متفائل خير. يا رب. طب ايه رايك يا رأفت نروح لفاصل سريع كده ونرجع تاني؟ خلاص ماشي عشان برضو ايه يبقى مستمعينا ايه نشاطوا معانا كده الدنيا. تمام. الكورة لما جينا كانت كذب وكانت خدعة، كانت مغيبة للعقول، كانت للسلطة قناع، بيحاولوا يكملوها وتبقى هم للبلاد، ونسيد المدرج اللي مالينه ألاف. اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل مكان، عمري ما هنسى لك زمان كنت عبد للنظام. اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل مكان، عمري ما هنسى لك زمان كنت عبد للنظام. ولما الثورة قامت نزلنا في كل البلاد، خدنا على الحرية واسكت رموز الفساد، ما سكتناش ما هديناش ما لسه النظام موجود، داخلية الكلاب والظلم في كل مكان موجود. اقتل في الثورة كمان كلمة حر للكلام، مهما يزيد ماتش السجان قدام صوتي يكون جبل. اقتل في الثورة كمان كلمة حر للكلام، مهما يزيد ماتش السجان قدام صوتي يكون جبل. يسقط نظام بيقتل كل يوم في جيل وجيل، دبروا لنا المؤامرة دبروا لنا المستحيل، قتلوا أغلى الصحاب قتلوا حلم السنين. في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد، كان فاكر حكمه يوم هيخلي في أعلى مكان، والشعب الثوري يرجع للعسكر زي زمان. اطلق في كلامك كمان والفوضى في كل مكان، عمري ما هديك الأمان ولا تحكمني يوم كمان. اطلق في كلامك كمان والفوضى في كل مكان، عمري
الحجر فتحوا الباب، انطلقوا والفوضى عمت وقتلوا أغلى الشباب. منهم كان المهندس والعامل منهم ولاد، راحوا وكموناهم حكمك لاغي في البلاد. يا مجلس يا ابن الحرام، بعتي دم شهيد بكام، لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. يا مجلس يا ابن الحرام، بعتي دم شهيد بكام، لاجل ما تحمي في النظام اللي انت منه كمان. يا مجلس يا ابن الحرام، مستمعينا ولسه مكملين معاكم على اذاعه علشان بلدنا في الرياضه على كبير مع محمد محمود ومحمد رافض. قبل ما نكمل موضوعنا، طيب برضو نعرف مستمعينا السؤال بتاعنا النهارده. هل تتوقع صعود المنتخب الاولمبي المصري لدور الثمانية؟ شاركوا معانا على البيج زاد علشان بلدنا، وعلى رقم التليفون 03 وحايد 023 5441. مستنيينكم. بما ان حلقتنا النهارده كلها مقارنات، تيجي نعمل مقارنه كده ما بين الملاعب المصريه والملاعب الاوروبيه. الاستاد المصري والاستاد الاوروبي. ده بجد يعني في فرق كبير، فرق تكنولوجيا وفرق مدرجات وفرق ملعب نجيلة اجوان. طب اقول لك على حاجه، خلينا نبدا الاول بالملعب نفسه. تمام. انت شايف ايه اللي يختلف من الملعب المصري والملعب الاوروبي؟ بص يا محمد، انت عندك الملاعب عندنا هنا والمدرجات. لا بعيد عن المدرجات، خلينا في الملاعب نفسها، ارضيه الملعب نفسها. انت عندك هنا اللعيب المصري لما بيجي يلعب كوره بيجري، ممكن لو اتزهق عمل تاكلينج جامد ممكن تلاقي الطينه طلعت في الستارز. تمام. ده عمره ما يحصل بره. عندك تخطيطات الملعب، انت بتشوف بره الملاعب متخططه اكنها يعني معموله بمسطره. تمام. هنا انت عادي، انت شغال بمكان قديم طبعا، او شوف بقى وات ايفر بيتخطط ازاي، بس في فرق كبير طبعا. طب انت مش شايف ان ده ممكن بالعكس يساعد اللعيبه المصريه لما تسافر تلعب على ملاعب اوروبيه ان هم يبقوا احسن؟ انت كده عامل زي مثلا اللعيب اللي طول عمره قاعد يتعود او قاعد يتمرن على ملعب رمله، تمام، وجي بعد كده جبته في مثلا ملعب ترتان ولا ملعب نجيله وقلت له انزل العب، اكيد طبعا هيأدي وهيبدع. طب احنا معانا اتصال تليفوني ده؟ لا هو قطع. في مشكله عندك في الاتصالات. نبقى نحلها ان شاء الله. طيب بس فزي ما انا بقول لك ان ده بالعكس ده ممكن يفرق في مستوى، ان انا واحد متعود اتمرن على ملعب مثلا مش قد كده، تمام، وبعاني في الملعب وكل حاجه، لما اجي الملعب مستريح انا هبدع فيه بعكس اللي بيتمرن عليه على طول. انا اختلف معاك. اسمه ايه يعني، اللعيبه هنا انت بتلعب لازم اللعيب بيتمرن بيتعود على حاجه بيلعب على نفس الحاجه دي. لكن انت لو ضربته على ترتان او ضربته على نجيل عادي طبيعي وجيت لعبته على ترتان، طبعا بيحصل فرق. انت عندك ملعب الانتاج الحربي، تمام، ده ترتان، فانت اللعيبه كلها لعيبه مصر كلها متعوده تلعب على نجيل عادي. تمام. تلعب على ترتان تشوف الفرقه بتعمل ازاي. لكن انت ماشي، عندك لعيبه الانتاج اصلا بتمرن على الملعب ده، تمام. لما بتلعب بتأدي فيه ليه؟ متعود على الملعب. لكن مثلا ما يروح لها الفرق بيبان فرق المستوى بالظبط. الملعب بياخدوا فتره الفرق اللي هم مستضيفينها طبعا بياخدوا فتره عشان يتعودوا على الملعب. طب سيبنا ننتقل بقى من حته ارضيه الملعب ونطلع لفوق شويه للمدرجات. تمام. شايف ان المدرجات عندنا هنا في مصر تختلف عن مدرجات اوروبا، السبب في كده الاهمال مثلا بتاعت المشجعين اللي بيقعدوا فيها، ولا المدرجات ما بتبقاش معموله على تم وجه، بعيد عن الجماهير؟ انت عندك المدرجات اصلا من الاول معموله غلط. انت عندك بره مدرجات متقسمه، التيكتس بتنزل برقم كل مقعد. كل مشجع لما بيحجز التيكت بتاعته بيخش عارف مقعده امتى، مش هيخش يلاقي حد قاعد عليه، عارف خلاص طالما انا حجزت المقعد ده انا هخش عليه بقى، وصلت بعد الماتش وصلت قبل الماتش، انا داخل وعارف مقعدي فين. لكن انت عندك هنا في مصر، انت عندك هنا يقول لك ايه، ساعه استاد القاهره 80,000 متفرج، 100,000 بالسلالم، يعني بيحسبوا السلالم والسور ب20,000. ما هو انت قاعد على سلالم، هو ملوش دعوه بقى، انت ليك انت خدت التيكت، تمام. بس بقى يقعد على السور يقعد على السلم ما بتفرقش، المهم حاجه اللي هو التيكت اتحجز وخلاص. فدي برضو انت اولا بيعمل نوع على من فكره الإهمال. في ناس بيعمل نوع كبير جدا من الاهمال. غير الاهمال، انت على فكره ممكن تخسر ارواح بسبب الزحمه.
يعني انت عندك مثلا زحمة كتير جدا، مثلا حد يقع ما يتاخدش باله ان هو بيقع، يحصل اي يدوسوا عليه. بالظبط. طب خلينا ناخد اتصال تليفوني كده. تمام. الو. الو. ايوه نتعرف بيك. احمد شيكو معاك. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه يا ترسام؟ الحمد لله تمام. انت متابعنا يا احمد؟ وتيجي عامل ايه؟ سامعكم من اول الحلقه، وبصراحه حلقه جامده قوي بجد والله. ربنا يخليك يا احمد. طب ايه رايك، تتوقع ان مصر ان شاء كنت عايز الله؟ كنت عايز قبل اي حاجه اعلق بس على الحته اللي هو قالها عن حوار بس الملاعب بس. تمام. كويس ان هو الحته دي، عشان بجد انا كل ما بتفرج على ماتش بره بحزن على الملاعب بتاعتنا. يعني تتفرج بين ده وده، اعمل مقارنه صغيره كده هتعرف ان احنا بنلعب في الشارع بس. طب انت شايف يا احمد ايه الفرق ما بين الملاعب المصريه والملاعب الاوروبيه؟ مفيش وجه مقارنه عشان نقول فرق بس هتفهم. يعني دي ناس عندها امكانيات وبتطور من نفسها على طول، واحنا اي حاجه بتحصل فاهم نلم بقى تبرعات عشان نعمل صيانه، فاهم؟ ده اللي بيحصل بقى، فاهم؟ ومفيش حاجه بتتعمل. تمام. بس فان شاء الله برضو المنتخب مصر يتاهل بقى. يا رب ان شاء الله. ماشي. بس وربنا يوفقكم كلكم يا جدعان. يا رب. ماشي. شكرا متشكر. شكرا يا احمد. شكرا. عفوا، شكرا، سلام. برضه واضح ان كله هو قال لك، متأثر لا قال بالكورة. لك حاجه حلوه، قال لك مفيش وجه مقارنه عشان ما يتقارنش. بنحاول نقربها يا احمد، والله احنا على قد ما نقدر، احنا عارفين طبعا مفيش وجه مقارنه، بس انت زي ما عارف احنا بنحاول نقربها بس مش اكتر. بس انت عندك هنا العيب ان انت المصريين دايما بيرضوا بقليلهم. يعني والله يعني عندك مثلا استاد برج العرب، تمام؟ كل ما تكلم حد عندنا استاد برج العرب، استاد برج العرب. طب ما يجوا يتفرجوا على الملعب مثلا اللي هو اللي في مانشستر ده، اللي متضايقين قوي عشان الملعب مش عارفين يغلقوه من فوق في عطل من الصيانه. يا محمد انت دلوقتي في قطر، انت بتكيف الملعب، تمام. يعني دي في اكتر من كده، الملعب بقى مكيف. طب خلينا ناخد اتصال تليفوني تاني. طيب. الو. الو. ايوه. استاذ محمد. ايوه يا فندم، اتعرف بيك. انا شيتوس. يا شيتوس، ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه متابعنا ولا ايه الاخبار معاك؟ والله انا متابعكم والله، بس انا بقالي فتره كده يعني منقطع، مش فاكر عشان بس كنت تعبان شويه، بس الحمد لله خفيت يعني ورجعت الاول تاني. سامع حلقتنا من الف سلام الأول عليك طيب؟ يا شيتس. لا انا ما سمعتش من الاول قوي، بس انا دخلت دلوقتي عشان كده كلمتكم. طب انت عارف السؤال بتاعنا ولا متعرفش؟ طب نقوله بيقول لك تاني. السؤال تاني، بيقول لك هل تتوقع صعود المنتخب المصري الاولمبي لدور الثمانية؟ هو ان شاء الله انا متفائل ان شاء الله، تمام. وان شاء الله هنطلع. تمام. طب شكرا يا شيتوس جدا، ومستنيينك بقى مداخلات تانية ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. سلام. مع السلامه. كله متفائل، كله متفائل. لا هو مش تفاؤل، هو الموضوع كله بيتمنى من ربنا ان احنا نتأهل. لا بس الناس متفائلة، انت الناس عايزة مصر تصعد طبعا، ده ما هو ده حاجة شيء أساسي، بس بس هم انت- كله متفائل، بيقول لك ان شاء الله ان شاء الله مصر تصعد، ان شاء الله مصر تصعد، فدي كبيرة برضه، يا رب نحقق امنيتنا كلنا. يا رب ان شاء الله. خلينا نرجع لكلامنا بقى. نرجع يا باشا كلام. برج العرب. انت عندك هنا يعني افخم استاد عندك ايه؟ برج العرب ويليه على القاهرة. طول استاد القاهرة. تمام. شايف مدرجات استاد القاهرة عاملة ازاي؟ مم. ده كده يعتبر احسن استاد عندك؟ لا واللي بيضايقني كمان الموضوع الاهمال. يعني انت عندك لما كراسي بتتكسر، تمام، بيركبوا كراسي درجات تانية خالص من الالوان. انا ما يعني ده شخصيا بيستفزني اوي الموضوع ده. الاستاد يعني في عايز عناية كبيرة جدا، يعني فكرة ان انت تعمل استاد دي في حد ذاتها يعني لازم يبقى في دراسة جامدة جدا عشان تعرف تعمل استاد. اقول لك على حاجة، يكفي ان انت ساعة ما دعمت الملاعب المصرية كلها، حتى استاد غزل المحلة بشاشات الكترونية للاعلانات، شالوا وحطوا شاشات، حطوا قصدي يافط اعلانية عادية عشان السبونسر والفلوس. فدي في حد ذاتها انت مش عايز تتقدم. يعني عندك يعني انت بعد ما عملت الملاعب كلها من اكبر ملعب في الدوري الممتاز لاصغر ملعب، تمام، بشاشات الكترونيه وبقى يشبه الملاعب الاوروبيه شويه، تيجي بعد كل ده تشيلهم عشان خاطر الفلوس بتاعت الاعلانات؟ بص يا عم، انت طبعا عندك مشاكل كتيرة جدا في حوار السبونسر ده. يعني حوار السبونسر ده طبعا انت عارف ممكن فرقة تشيل الاعلانات من على التيشيرتات بتاعتها عشان خاطر السبونسر. طب خلينا رافت ناخد اتصال تليفوني تاني. طيب. الو. ايوه. ايوه متعرف بيك. ايوه يا شريف. شريف. شريف ازيك؟ الخش. شريف الخشن. احب اعرف بس مستمعنا شريف الخشن، يعني هو من مؤسسين اذاعه علشان بلدنا. منور برنامجنا يا شيكو.
ربنا يخليك يا كابتن، ايه اخبارك؟ انا الحمد لله تمام. انت ايه رايك في البرنامج؟ لا البرنامج روعة جميل جدا، وربنا يوفقك يا رب، وانا اتمنى لمصر الفوز الدائم يا رب، بس شد حيلها بقى شوية بقى. طب انت يا شريف بتتمنى الفوز لمصر ولا انت متفائل ان مصر كده كده هتكسب؟ وانا متفائل ولازم نتفائل. تمام. تفائلوا بالخير تجدوه. ايوه تمام. صح كده. ماشي. وسلمنا على سجلة، وربنا يوفقك يا رب، وبرنامج يعني ما ازيك شاء يا الله شريف؟ بالتوفيق دائم يا رب. يا رب ان شاء الله. ماشي، متشكرين جدا يا شريف على اتصالك، شكرا. مع السلامة. الناس كلها متفائلة. لا ان شاء الله والله. طب انت ما قلتش رايك على فكره، انا قلت رايي انت ما قلتش. اقول لك على حاجة، هو بعد الاداء بعد ماتش البرازيل تمام، وبعد الماتش بتاع النهارده مع نيوزيلندا، انا شايف ان يعني الاداء بتاع اللعيبه كويس جدا، بس ينقصه التوفيق والحظ. انت النهارده لو هتتكلم عن الحظ، فالنهارده ده اسوأ حظ انا شفت حد كوره اتقبل يبقى في حظ وبالذات كده. اخر ربع ساعه. اخر 3 دقايق، آخر 3 دقايق دول بقى ده الماتش كله اصلا. يعني 3 دقايق انت مضيع 4 فرص لوحدك. تمام. يعني متعب رقص الفريق كله، كان ناقص يرقص العرضتين ويروح يجيب جول. وما جابهاش في الاخر، يعني لعبها فوق. فده سوء توفيق. نكمل ملاعبنا. خلينا زي ما احنا في الملاعب. انت عندك يا محمد الملاعب اللي بره في كاميرات طبعا مراقبه، في عشان طبعا اي حاجه تحصل يعرفوا يجيبوا اللي عمل كده. عندك سماعات داخليه، عندك شاشات عرض كبيره جدا. كل ده تمام. ينقص هنا الكترونيات، يعني امكانيات في الاول وفي الاخر. بس انت شايف هل الامكانيات دي ممكن تتوفر هنا؟ هو هتتوفر في حاله ان الاتحاد الكوره يصرف جامد على الملاعب، والهيئات المختصه بالملاعب، فاهم انت، تصرف فلوس. مش شرط ان انا الملعب دلوقتي عندي جاهز كأرضية ملعب وكمدرج يسع مش عارف عدد كذا كذا من الافراد، تمام، يبقى هو ده الملعب اللي المفروض يتلعب عليه. بالعكس احنا المفروض نتطلع ان احنا نعمل حاجات احسن واحسن. بلاش الجو، فاهم انت، اللي هو اللي احنا كده كويس، فاهم، لا احنا عايزين نبقى متميزين. هقول لك على حاجه يا محمد، احنا مش هنحمل كل حاجه لاتحاد الكوره. تمام، ليه؟ بس انت يعني هقول لك ليه. طيب هقول لك ليه. المفروض اللي انت الطريق للتميز، تمام، اللي هو ايه، الابتداء من حيث انتهى الاخرون. طب هقول لك على حاجه يا محمد، انت دلوقتي يعني اتحاد الكوره مثلا عمل ملعب تحفه، الكترونيات عاليه جدا، مقاعد جامده جدا، والجمهور ما اعتناش بده. هل انت هتعمل تاني او اتحاد الكوره يعمل تاني؟ ما هو اكيد مش هيعمل تاني. تمام ماشي، بس يعني هو ملزم انه يعمل كده. ما هو ملزم، ما هو برضو بيبص لها لايه، مش عايز يهدر فلوس. الحاجات دي طبعا انت عارف انها بتتكلف، بالذات الالكترونيات والحاجات دي عشان تعمل حاجه كبيره تتكلف. تمام. فهيعمل ويبوظ كل اللي هو بيعمله، يبقى حرام. بص اقول لك على حاجه، هو ده برضو يعني ده انت هي العمليه عمليه تكامليه، تمام. ايوه الاتنين بيكملوا تمام. بعض، انت حافظ وانا هعمل لك. تمام. بس المشكله لما الاقي منك انت نفسك، يعني انت عاوز تحافظ على حاجتك، اصل انا مش مسؤول احافظ لك على الحاجه بتاعتك، تمام. بس لما الاقي منك انت حرص ان انت عاوز فعلا تحافظ على الملاعب وتحافظ على كل حاجه، انا من نفسي احافظ عليها. بس كده، لكن مش مثلا فريقي خسر اروح مكسر الكراسي والكلام ده. يعني ايه كسرت الكراسي استفدت ايه؟ ولا اي حاجه. هتيجي الماتش اللي جاي مش تقعد هتلاقي على كرسي تقعد عليه. الارض، تقعد على الارض. طب انا استفدت انا ايه كده اما انا كسرت كرسي؟ مش هيعمل لي حاجه اما اكسر كرسي. هو فاكرين ان هم مثلا ايه كده بيعندوا مثلا في اتحاد كوره وبيعندوا في حكام، لكن هو اللي متضرر كله هو برضه. ما هو ما يروح الاستاد المره الجايه مش هي حاجه يقعد عليها. ماشي، بس انت اتكلمت من منظور تاني خالص يا رافض. احنا لو بصينا لها من كذا ناحيه، تمام، ايه اللي بيميز مثلا الناس اللي بتقعد في الدرجه الاولى عن المقصوره عن الدرجه تانية عن درجه تالتة؟ انت عمرك يا محمد ثاني بس، عمرك في الدرجه الاولى شفت كرسي اتكسر؟ تمام، اقول لك ليه. يعني مش موضوع بقى مساله ان الناس اللي بتخش هنا بتدفع فلوس اكتر فهم ناس فاهمين مثلا في الاصول، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، تمام. يعني دي مساله اذواق. انا واحد بحب اخش اقعد اتفرج على الماتش، غير واحد بحب اخش اتشجع واتنطط في المدرج. دي تفرق. بس اللي يفرق معايا برضو ان انا زي ما بشوف معامله هنا لازم الاقي المعامله في الدرجه التانية. يعني انا من حقي كمواطن راح اتفرج على ماتش اخش بازازه ميه، يعني ده من اقل حقوقي، تمام. خصوصا ان انت بتتكلم يا رأفت في مطوشه مثلا زي مباراه القمه دي، تمام، بيتقفل بيبان الاستاد قبلها مثلا ب3 ساعات مينيموم. فاللي هو انا 3 ساعات ومفروض المطالب مني ان انا اقعد اشجع ساعتين كمان، دخل لي حتى ازازه اقول ميه. لك على حاجه يا محمد، هم دلوقتي التامين الاستاد بقوا بيخافوا.
ازاز المايه بقى بتتحدف على اللاعبين، اسطوانة الاعلام بقى بيتضرب بيها تمام. في خناقات جوه الاستاد. فطبعا هو بيعملها، ما بيعملهاش عند او ما بيعملهاش بمعنى بيرخم، لا هو بيعملها تأمين. بدل ازازة المايه دي ممكن لو على بعد وبتتحدف ومليانة تعور، تمام. فهم بيبصوا لدي برضو. يعني انت برضو دي معاهم حق في دي. هم لازم بس هي زي ما انت قلت حلقة وصل، يتواصلوا هنا تمام. وهنا. فيعني لو اللعيبة، لو الجماهير اعتنت بالملعب، اتحاد الكرة هيقابلهم ان هو هيعمل وهينظم حاجات جامدة جدا. تمام. طب مستمعينا هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. مستمعينا ولسه مكملين معاكم في برنامج الرياضة على كبير مع محمد محمود ومحمد رأفت على إذاعة علشان بلدنا. احنا مستمعينا أنا تعبت من المقارنات. طب بقول لك ايه، احنا هنفتح في موضوع كده بس يعني حاجة بسيطة، ونفتحه بقى على كبير، تمام. على برنامج الرياضة على كبير الحلقة الجاية ان شاء الله. طب ما هنتكلم عن جزء منه النهارده. لا بلاش جزء، احنا ايه نفتح بس فيه ونتكلم الحلقة الجاية ان شاء الله. احنا هنتكلم فيه دلوقتي شوية، ندي نبذة عنه ونتعمق فيه ان شاء الله في الحلقة الجاية. هو مبدئيا احنا لما جينا قلنا المقارنة بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي، لما قلنا لعيب الكورة دايما بيطلع مدرب يا اما بيطلع بيشتغل اعلامي. هي دي اللي موجودة دلوقتي. لعيب الكورة بعد ما بيعتزل قدامه حاجة من الاتنين، يا يطلع مدرب يا يطلع اعلامي على اي قناة، لان ده طبعا بيبقى له شعبية كبيرة جدا من فاهم انت كل الناس اللي بتحب الكورة، تمام. فبالتالي بيبقى جايبينه بمعنى اصح، فاهم انت، هيقنعه معانا واحد بقتدي بيه في الكورة ومثل الاعلى، فلما يقول حاجة انا هصدقها وانا هسمع له. والظاهرة دي للاسف ظاهرة غلط جدا. انت عندك برضو حاجة تانية اللي هو لعيب الكورة ما يطلع حاجة من اتنين،
ده مذيع، ده مدرب كوره، بس هو الاغلبيه دلوقتي كلها انتشرت. ما انا بقت قلت مذيع. كده اغلبيه كلها مذيعين بقت كلها مذيعين، ده زي ما بسبب انت قلت. طبعا تعدد القنوات الرياضيه كتير جدا. هو ما دلوقتي يعني مثلا قناه ما بتدورش مثلا ان انا عايز مذيع بيرفكت يقدر يعني يذيع وكده. لا هو انا اقول لك على حاجه بقى، هو الموضوع مش موضوع مذيع بيرفكت، هو الموضوع دلوقتي عباره عن ان انت موضوع استثماري. انا صاحب قناه تمام، المشكله اعمل برنامج واتنين وتلاته واربعه عن الكوره وكلهم يبقوا في نفس اليوم ويتذاعوا ورا بعض، واجيب فلان وفلان وفلان، الناس دي ليها شعبيه، هو انت الناس محمد زي دي ما قلت، بتقتدي انت بيها. زي ما قلت فعلا، هو كده القنوات كترت، فعشان كده عايزين مذيعين كتير. مفيش مذيعين طبعا بيرفكت تغطي الكلام ده كله. وبيلعبوا على نقطه عقول الناس، ان انا ازاي ادخل الفكره اللي انا عايز اوصلها للناس، هتبقى عن طريق واحد الناس دي كلها لو قال يمين الناس كلها تقول يمين. تمام. تمام. هو بس يا محمد يعني انت فاهم هم عايزين يعني هم ليه بيحطوا لعيبه الكوره؟ على اساس ان هم يوصلوا للناس ان لعيبه الكوره فاهمه في البرنامج وعارفه اكتر وعلى درايه اكتر بالكلام ده. بس هي مش كده، ده انا عندك احنا اهو يا عم بنذيع رياضه، وكنا لعيبه الكوره صغيرين على قدنا، بس اهو دلوقتي بقينا مذيعين في رياضه. فهي مش محتاجه تخصص، يعني انت لو اتخصصت في المجال ده تبدع فيه. لكن انت عندك مثلا يعني لعيب كوره وطلع اعلامي، او تبقى اي شغلانه وطلع اعلامي، ما بيبقاش عنده الكاريزما بتاعت الاعلامي. تمام. الاعلامي ده بيبقى عنده كاريزما وموهبه. بالظبط. فاللي انت تطلع واحد كان لعيب كوره بقى مذيع، ما بيلاقيش نفسه بمعنى صح بيتكلم عادي. السؤال هنا رفض على اي اساس هو بقى مذيع؟ يعني ايه اللي عنده يتميز بيه يخليه يبقى مذيع؟ تمام. مش شرط ان انا يبقى الكلام اللي هو بيقوله عشان بيقنعني يبقى كل واحد هيقول كلمتين فاهم انت، يقنع الواحد بيهم يطلع مذيع، مش شرط خالص. بس لازم يعني كليات الاعلام بيبقى تدريب على اساس كده، هم عملوا ليه كليه اعلام؟ ما كان اي حد، كان مثلا الراجل اللي هو خريج سياسه واقتصاد طلع بقى مذيع في السياسه. تمام. انت عارف يا محمد الراجل خريج تربيه رياضيه طلع بقى مذيع يعني هي رياضي. حلها مثلا انت دلوقتي عايز تبقى مذيع او عايز تبقى اعلامي، اروح واخد الفرد ده مثلا مدخله اكاديميه او مدخله اعمل له اعاده تاهيل اللي هو تاهيل، اهله لاي حاجه، اللي هو اهله، اديله مواد اعلاميه، اديله ازاي يتعامل مع مواقف طبعا انت بنقابلها كتير وانت بتذيع حصل حاجه، ان انت ازاي تتعامل مع الناس، علم النفس، اللي انت ازاي يجيلك مداخله دلوقتي واحد يستفزك على الهوا وما تخرجش عن شعورك زي ما احنا بنشوف. تمام. انت دلوقتي في ممكن خناقات تحصل على الهوا. بعدين انت عندك يعني سوري في اللي انا اقوله، انت عندك مذيعين قلات الادب تمام، وكانوا من لعيبه كوره كبار جدا، وكانوا مدربين في النادي الاهلي تمام، وكانوا كباتن فرق كمان. يعني اعرف ان كابتن فريق نادي الاهلي المفروض الراجل ده يبقى يعني اكتر واحد فاهم انت خلقيا والتزاما وكل حاجه في الفرقه، فازاي تطلع تسيب واحد على الهوا بالفاظ خارجه جدا؟ وفي حاجه تانية يا محمد عايز اقولها لك بس، الانديه دلوقتي يعني كله بقى بيفكر يعمل قنوات باسم النادي بتاعه، بحيث ان هو يبقى اشترى يعني القناه دي يقعد يتكلم ليل ونهار عن النادي بتاعه. ده برضو يعني انت حاسس ان انت لعيب الكوره كتير بتشتغل في القناه، اللي انت خلاص كله بقى ضامن ان انا اخلص لعب كوره اعتزل بدري اطلع يا اما ابقى مدرب امسك حاجه في الناشئين، ابقى اخش القناه ابقى اعلامي، الكلام ده تمام. كل طبعا بيأثر على اعلامك. كنت الاعلام في الفتره اللي فاتت دي لازم يبقى يعني ايه، اعلام محايد. دلوقتي في ناس بتنحاز لحاجات كتير. هو بص، الاعلام ككل اعلام فاسد، اعلام اصلا ما بيتميزش بالحياديه خالص. تمام. ومن الاخر كده بتاع بروباجندا، اللي هو كل برنامج عاوز مثلا المذيع يطلع يشتم شويه، يطلع سوري في الكلمه يتشقلب كده على الشاشه عشان يجيب اعلانات، ما بيعملوش حاجه اكتر هي برضه بتبقى مساله اعلانات اكتر برضه. وبعدين اللي انت بتتكلم في ملل، يعني انا دلوقتي كمشاهد تمام اقعد على القناه اشوف المذيع من الساعه 8 للساعه 4 الفجر، وتاني يوم اشوفه في نفس الوقت، مفيش كلام يتقال اكيد في 7 ساعات، يعني 7 ساعات وكل يوم، مش معقوله واحد يعني في اليوم كله هيجيب 7 ساعات يتكلم. انا عايز بس اعرف مستمعين حاجه، احنا والله العظيم ما بنهاجمش حد، بس احنا بنطرح افكار وسايبينكم انتوا تفكروا احنا فيها. بنتكلم في برنامجنا من وجهه نظرنا الشبابيه، وجهه نظر الشباب اللي احنا بنقعد احنا نتكلم ما بنفرضش معاهم. وجهه نظرنا على حد. انا عايز اعرف بس الناس، احنا ما بنفرضش وجهه نظرنا على حد، احنا بنقول وجهه نظرنا ووجهه نظر الناس معانا برضو. احنا بنتكلم مع الناس وبنعرف هي دي مش وجهه نظرنا احنا بس، يعني في ناس كتير مجمعه على الكلام اللي احنا بنقوله ده بالظبط، وشباب زينا زيكم ومفيش اي حاجه كده. احنا كفايه الكلام عن الاعلام النهارده، وكفايه النهارده مستمعينا كده، احنا طولنا عليهم جدا.
إيه ولا مفيش بقى؟ كفايه كده النهارده. كفايه كده. ممكن بس قبل ما اقفل اقول مسج كده جاي لنا من حد من تركيا. تركيا احنا وصلنا هو لتركيا كده يا للاسف عمر. الحد ده ما بيعرفش عربي، هو بيسمع ومش فاهم حاجه، والموضوع ده مضايقه جدا. خلاص احنا ننزله بالانجليزي بعد كده. ايه رايك؟ خلاص الحلقه الجايه يا جماعه ننزل انجليزي عشان برضه مستمعينا اللي بره ايه يشاركوا معانا. هي طب اقرا المسج. هي المسج from ميرال ايدن بتقول I loved your show but I do not understand I wish you success. بس اظن الرساله وصلت. لا اصل انت مش فاهم يا رافت، هي المسج مبعوثه تمام يعني انا وقفت كنت المفروض اكمل كلام، مكتوب لي تحتها كلام بالتركي، فاللي هو لحد هنا هو كده كويس كده كفايه كده. اظن الرساله وصلت. اظن الرساله وصلت. احنا بنشكر ميرال طبعا اللي هي اصلا بتسمعنا ومشاركه معانا، وان شاء الله تتعلم العربي وتكلمنا وتفهم احنا بنقول ايه. احنا عمرنا ما نتخيل اما نتنازل عن اللغه بتاعتنا. اكيد طبعا. طيب كده نقول لمستمعينا كده حلقتنا خلصت، وبجد والله العظيم كنا سعداء معاكم النهارده، مشاركاتكم على البيج ومشاركاتكم على المكالمات التليفونيه، واشكر جدا الناس اللي اتصلت بينا النهارده. كان معاكم النهارده محمد رأفت ومحمد محمود على برنامج رياضه على كبير. استنونا ان شاء الله يوم الاحد الساعه 9 على اذاعه علشان بلدنا ان شاء الله. استنونا. السنة دي عدت علينا صعبة قوي، بس المهم اننا في الاخر بقينا لبعض وحاضنين بعض وحاضنين قوي، ولسه اللي جاي احلى. مش عايز افكر غير في هواك، وهنسى اي جرح في حياتي، والجاي احلى طول ما انا معاك. يا حبيبي انا من الليلة دي مش عايز افكر غير في هواك، وهنسى اي جرح في حياتي، والجاي احلى طول ما انا معاك. وياك قلبي راح ومعاك نسيت جراح، وكفاية اللي راح من عمري وانت بعيد. وياك قلبي راح ومعاك نسيت جراح، وكفاية اللي راح من عمري وانت بعيد.
DJs rock. يا حبيبي ما تضايقكش الدنيا، مش كل يوم بنعيشه في نار. عمرك حبيبي سمعت في مرة عن ليل ما طلعش بعده نهار؟ يا حبيبي